هذه قصة أمينة، بنت من حي شعبي بسيطة، في حال بزاف ديال البنات، تربات على الاحترام والنية الصافية، وكانت كتخدم في صالون حلاقة باش تعاون ميمتها وخوتها الصغار. ما كانتش كتفكر في الزواج، كانت كتقول: المكتوب إلى جاء مرحبا، وإلى ما جا ماشي مشكل، نخدم على راسي ونعاون عائلتي. ولكن حياتها تبدلات فاش دخل حمزة حياتها. حمزة كان شاب من نفس الحي، كان كيجي للصالون كزرب على أي سبب باش يشوف أمينة، وكان كيضحك معاها ويدوي بزاف، وبشوية بشوية بدك يبان ليها راجل معقول وولد الناس، وكيحترمها وما عمره تعدى حدوده معاها، وكان كيبين ليها باللي باغيها بالحلال. أمينة ما عمرها حلمت وش يحب بحال هاد، حسات بالأمان والثقة، وقالت يمكن هاد السيد هو النصيب ديالي. دازت الشهور وتعلقات بيه وولات كتشوف فيه حياتها كلها، حتى جاف نهار وطلب يدها قدام عائلتها، وفرحات العائلة كلها، وبدأوا التحضيرات للعرس على قد الحال. ولكن الفرحة كانت كبيرة، وقالت في خاطرها: غادي نبدأ حياة جديدة مع راجلي اللي كان بغيه وباغيني. ولكن من نهار دخلت لدار العائلة ديال حمزة بدأت المعاناة. الأم دياله كانت صعيبة بزاف، ما عمرها قبلتها، وكانت كتقول خدامة ديال الصالون ما تصلحش تكون مرة ولدي. وخوتاته كانوا ديما كيضحكوا عليها بطريقة جارحة، وكيطعنوا فيها بكلام مسموم. وكل مرة شي حاجة بسيطة تولي مشكل كبير. مرة نسات شي حاجة في الماكلة، مرة ما سلمتش على شي واحدة من العائلة بحماس، وكل شي كيتجمع ضدها. وأمينة كانت كتسكت، كتقول: أنا جيت نرضي الله وراجلي ماشي نرد على كلام الناس. ولكن راجلها حمزة اللي كانت كتظن غادي يكون سندها بدا كيتبدل، بدا داك يسمع لميمته وخوتاته بزاف، وبدا الشك يدخل قلبه. ولا أي حاجة تديرها أمينة تولي سبب باش يسبها أو يعايرها. مرة سمعها كتهضر مع صاحبتها في الواتساب وتضربه ليها الشك، وقال باللي كتحضر مع رجال. ومرة خرجت تهز دولي باباها المريض وتخاصم معاها حيث ما قالتها ليه، وقال ليها: أنا ما تزوجتكش باش تبقي خارجة وداخلة. وبدك يحبس عليها حتى تتواصل مع صحاباتها وعائلتها. وكانت كتعيش في دار كلها ضغوطات، لا الأم كتقبلها لا الخوتات ولا حتى راجلها بقى هو الراجل ليه. كانت كتعرف ولا غريب، كتخاف تهدر، كتخاف تبكي، حتى الضحك ما بقاش كيعجبه. وهي كتقول فخاطرها: أنا علاش شنو درت؟ أنا بغيت غير نعيش في دارنا ونبني حياتي معاه، علاش تحول كل شي لعذاب؟ وبقات هكاك كتصبر كتسكت كتجدبد في الأمل، وكتقول يمكن يتبدل، يمكن يفهم، يمكن يفيق باللي كندير المستحيل باش نرضيه. ولكن شي نهار وصلت لمرحلة سالت فيها الطاقة، القلب تعيا والنفس تقهرت، ما بقت قادرة لا تعيش ولا تصبر ولا تبكي. حتى جمعت حوايجها ومشات عند درميمتها، ودموعها كتسيل بلا ما تحس. مشات وهي شاعلة بالحسرة، شاعلة بالخذلان، شاعلة بالأسى. وقالت في وسط دموعها: أنا تزوجت بحب حياتي، بغيت نعيش معاه بالنية، ما خنتوش، ما بهدلتوش، ما قلت فيه عيب، غير بغيت نكون زوجة صالحة، نعيش في دار آمنة، ماشي جحيم نهاري اكلوا بكاء ومشاكل واحتقار. ومن ذاك النهار ولو الناس يسولوها علاش مشيتي، كنتي في دارك، كنتي في دارك، وهيك تتجاوبهم بصوت مكسور: اش ندير في دار ما فيها لا حب لا احترام؟ اش ندير مع راجل ما بقاش تشوف فيها بحال قبل؟ بقت في دار ميمتها حزينة ولكن مرتاحة من الظلم، وبدات كتسول نفسها كل ليلة: أنا فين غلط؟ وش كنت غلطة مني بغيت نعيش مع راجلي اللي كنت كنموت عليه؟ وش الحب ديالي كان ذنب ولا كنت ضحية علاقة كلها سموم؟ وسؤالها باقي معلق: وانتي وش أمينة كانت غلطة ولا كانت تستاهل شي راجل يعرف قيمتها ويوقف في وجه العاصفة معاها؟